عندي 28 سنة. عندي بنت واحدة عندها 2 سنين وشهور. كنت متجوزة، لكن جوزي اتمسك في قضية واتحكم عليه 7 سنين. رفعت قضية واتطلقت منه، لأن حسيت إن صعب إن أقعد أنتظره 7 سنين. غير كده بعد ما يطلع من السجن يا ترى هيبقى مستقبلي معاه ايه؟ فرفعت قضية واتطلقت، وخدت بنتي ورحت اشتغلت في محل بتاع خيوط. اشتغلت فيه عشان اطلع مصاريفي واقدر اربي بنتي. المحل ده كان قدامه قهوة كبيرة قوي، بتاعت معلم اسمه المعلم فؤاد. المعلم ده كان في الراحة وفي الجاية يبص عليا ويعاكس فيا، لغاية لما جيت في يوم قلتله بقولك ايه يا معلم، انا ماليش في السكة دي، فياريت تسيبني في حالي، خليني اربي بنتي. لكن هو قال لي انا كمان ليا سمعتي، واوعي تفتكري ان انا ليا في السكة ديت. انا عايزة اتجوزك على سنة الله ورسوله، بس ليا شرط واحد، ان الجواز ده هيكون في السر. انت عارفة ان انا متجوز وعندي 4 عيال، وعيالي طبعا فرحت جدا. فرصتي، راجل مبسوط وغني، عنده بدل القهوة 3، وعنده عمارة 12 دور، يعني معاه فلوس. قلت له وانا موافقة، بس بنتي معايا ومصاريفي كاملة هتدهاني. قال لي كل اللي انت عايزاه هديهولك، وما عنديش اي مشكلة مادية، لكن اهم حاجة الموضوع يفضل سر. قلت له اكيد سرك في بير ومحدش هيعرف. قعد طبعا يأكد عليا اوعي بكرة تقوليلي مراتك تعرف، عايزة اخلف، عايزة وعايزة. قلت له انا مش عايزة اي حاجة غير ان اقعد في بيت واتستر وما اشتغلش ولا اتبهدل واربي بنتي. وفعلا ده اللي انا كنت عايزاه، ومش فارق معايا، لان طبعا الحاجات دي بتعملها الست بتبقى عايزة جوزها لوحدها او غيرانة عليه، وانا ما كنتش عايزة غير ان راجل يصرف عليا. وقعدت واجر لي شقة حلوة، وبقى يصرف عليا حلو قوي. كل حاجة كانت كويسة ما عدا حاجة واحدة، المعلم فؤاد مفيش بيني وبينه اي علاقة، لانه راجل كبير في السن، عنده السكر وعنده الضغط، وبسبب انه عنده سمنة مفرطة عنده مشاكل في القلب. يعني حتى الادوية اللي بياخدوها الرجالة ما يقدرش ياخدها، لان عنده مشاكل وممكن يحصل له سكتة قلبية. فكان فين وفين لما يحصل بينا علاقة، وفين وفين لما يوافق انه ياخد دواء من الادوية دي. فتقريبا كده مش عايشين لأي حاجة غير عايشين بالحب. هو بيحب الست الحلوة اللي تدلعه، ان يقضي ليلة، بس ليلة من غير اي حاجة. طبعا انا ابتديت احس ان انا زوجة مع ايقاف التنفيذ، خصوصا بعد ما شبعت وبقى عندي كل الطلبات اللي عايزاها، وبقى عندي هدوم وبقى عندي لبس واكل حلو وبيت وكل الحاجات ديت. ابتديت بقى ادور على حاجة اللي ناقصاني، وحسيت ان هي دي اللي مش عارفة اعيش من غيرها. كان في الوقت ده الحاج فؤاد او المعلم فؤاد بيبعت لي الصبي اللي عنده، بيجيب لي كل طلباتي. الصبي دوت شاب، يعني عنده تقريبا 25 سنة او 24 سنة. اللي عرفته من المعلم فؤاد ان هو اللي مربيه، لانه يتيم الام والاب. كان بيطلع يجيب لي كل الطلبات، لكن كان عينيه زيغة بزيادة. يعني كنت اطلع كان يقعد يبص عليا، وكان يحاول يدخل بأي طريقة علشان يدخل لي الحاجات والاكياس. لفت نظري منه هو، انا ما كنتش واخده بالي ولا حتى منتبهه لحاجه زي كده، لكن لقيته ابتدى يلفت نظري، ابتدى يبص لي بصات. طبعا بالنسبه لست جوزها ما بيعملش معاها حاجه، فاكيد ان هي هتبص له. لغايه لما ابتديت انشغل بيه، وابتدى يبقى في بيني وبينه كلام، وطلبت منه رقم التليفون. كل الحاجات دي جت بسرعه جدا، لان الشاب دوت كانش عنده اي نوع من المبادئ لاي حاجه، ولا كان فاكر تربية الحاج فؤاد ولا تربية المعلم ولا كل الكلام ده. كان بايع القضية كلها. بسرعة جدا انا وهو يعني اتقربنا من بعض، لدرجة ان هو طلب مني ان يبقى في بيني وبينه علاقة. لكن انا كنت خايفة منه جدا، خصوصا ان هو جابها لي كده على بلاطة. قلت لا يكون المعلم هو اللي مسلطه عليا. طبعا رفضت في الاول، وقلت له لا انت اتجننت ولا ايه، انا بعتبرك زي اخويا، بقعد معاك بس كده ونتكلم علشان افضفض لك عشان اطلع اللي جوايا. وعملت طبعا الحبتين دول علشان شك فيه. هو طبعا حاول ان هو ياكد لي ان مفيش حاجه وان هو فعلا معجب بيا. فقلت ما جس نبضه،
وقلت له خلاص انا موافقة بس بشرط تكتب لي وصل امانة، وكمان اصورك صور تكون عريان تماما. وافق وكتب لي وصل الامانة، وخلاني اعمل فيديو كامل ليه وهو من غير اي هدوء. وبعديها ابتديت احس ان انا مطمنة، وقلت اكيد يعني دوت استحالة يكون اتفاق، مفيش راجل هيتفق على حاجة زي كده. وبعديها اطمنت، وبقى يجيلي وبقى كل شوية انا وهو مع بعض، لا اما هو عندي في الايام اللي ما فيهاش الحج او المعلم زي ما بيقولوله، او انا اروح له في الاوضه اللي مأجرها فوق السطوح. وهي دي بقت العلاقه بيني وبينه. وساعتها حسيت بالفرق الشاسع بينه وبين المعلم، حتى بينه وبين جوزي الاولاني. وابتديت اتحلق بيه واحبه، وشويه شويه لقيت نفسي مش قادره اعيش من غيره، لغايه لما ابتدى بقى يطلب مني فلوس، بقى يستنفذني. كل شويه عايز فلوس، عنده مشكله، عنده ايجار، عنده. كنت بديله وانا راضيه وفرحانه جدا، واقول مسكين ظروفه تعبانه. لغايه لما لقيت المعلم فؤاد بيقول لي انه سافر البلد علشان يخطب. ساعتها اتجن جنوني، واتصلت بيه مليون مره لغايه ما رد عليا، وقلت له ان انا عرفت، وقال لي لما اجي هتكلم معاكي واحكيلك. قلت له انا مش عايزه منك اي حاجه، بس ما اشوفش خلقتك تاني. وسبته وقفلت التليفون، وقلت تاني دوت انا مش هكلمه. لقيته جايلي وبيقول لي انا عايز فلوس. قلت له انت ليك عين ان انت تجيلي تاني؟ قال لي اه، انا ليا عين وليا رجلين، وهتديني اللي انا عاوزه، وهتتنازلي لي عن حاجات كتيره قوي انت خدتيها من راضي. بقى انا اللي هاخد وانا اللي هستفيد. قلت له انت عارف ان انا ممكن اسجنك؟ لقيته بيقول لي طب اهدي شويه، انا عارف ورقك اللي معاكي، لكن انت ما تعرفيش الورق اللي معايا. وطلع من تليفونه فيديوهات ليا انا وهو، كان بيصورها لي لما كنت بروح عنده واقضي عنده اليوم. قال لي ايه رأيك، الورق بتاعك ولا الورق بتاعي؟ ساعتها قعدت وكنت خايفة جدا وبترعش، وقلت له طلباتك ايه؟ ابتدى طبعا كل طلباته طلبات مادية، بقى يستنزفني في كل حاجة معايا. خد مني ذهبي، وخد مني كل قرش حوشته من ورا المعلم، وما خلاش حيلتي حاجة. وبقى دايما يطلب مني وبس، ويطلب مني اطلب فلوس من المعلم علشان اديها له. وحسيت اني دخلت في دوامة عمري ما هعرف اخرج منها، لان لو في يوم بعت الحاجات دي للمعلم انا هترمي في الشارع. فما عنديش اي حل غير اني امشي تحت طوعه واعمل اللي هو عاوزه. وهي دي نهاية اي ست تخون جوزها.